اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معكم ولاء ودي قناتي كيكات وحلويات. النهارده هنعمل تورتايه مقاس 18 ومعاها 3 قطع جاتوه. اول حاجه هنحط 100 جرام من السكر وعليهم 3 بيضات وعليهم معلقه من المحسن، وهنحط عليهم رشه فانيليا. طبعا هضرب الكلام ده كله في العجان لغايه ما قوامه يبقى كريمي. المحسن بستعمله كواليتي. وبعد كده هنجهز الدقيق بتاعنا. هنحط الاول 10 جرام من البيكنج باودر، وعليهم 50 جرام من النشا، وهحط عليهم 220 جرام من الدقيق. طبعا هضرب الكلام ده كله كويس لغايه ما قوامه يبقى كريمي. بصوا انا هحط الميه بتاعتي كوبايه الا ربع النهارده، علشان يعني كان في حد قال لي قبل كده ان يعني كميه الميه لما بتبقى كتيره بتخلي الاسبونج يطلع مفتفت كده ويتكسر بسرعه. فانا قللت كميه الميه معاكم كده، وهنشوف الاسبونج هيطلع معايا عامل ازاي. حطيت وطيت العجان طبعا بعد ما خلصت كميه الميه، ونزلت بقى يعني بالميه بالتدريج كده. وبعد كده وطيت العجان وابتديت انزل بالكميه بتاعه الدقيق عندي كلها لغايه ما خلصت كميه الدقيق بتاعتي. وطبعا هبتدي اقلب. بصوا وانا بقلب مش عارفه، كنت حاسه ان زي ما يكون الدقيق مش متقلب كويس، او حاسه ان هو مش ناعم كده معايا، حاسه ان هو مكتل كده. مش عارفه بقى ده بسبب ان الميه، حتى بصوا حتى في الفرد مش مديني نفس الكميه اللي كنت يعني كانت بتطلع لي كل مره. طبعا انا عشان النهارده هعمل تورتايه، فهعمل تورتايه مقسم 18 بنص الصاج، والنص التاني هعمل بيه اللي هو السيريس رول. فحطيت بقية الكمية عليها معلقتين من الكاكاو، وهدخل طبعا الصاج بتاعي هيستوي على درجة حرارة 200. بصوا هو زي ما انتوا شايفين كده طلع، تحسوا انه مش مرتفع زي بعمل في العادي. يعني انا في العادي كان بيطلع عندي مرتفع اكتر من كده. طبعا ما تنسونيش في اللايك. عملت بقى اللي هو الفانيليا، عملت بيه السيريس رول ودخلته التلاجة. وبقية الصاج هعمل بيه التورتاية اللي هي مقاس 18. انا طبعا بكمل زي ما انتوا شايفين كده بالبواقي الكيك عشان اعمل اللي هو ايه الطبقة التالتة. دي اول طبقة طبعا سقيتها وحطيت كريمة. وطبعا دي تاني وفردتها، ودي تاني طبقة اللي عملته بالبواقي الكيك، يعني كملتها طبقة. ودي تالت طبقة. وطبعا بين كل طبقة وطبقة لازم طبعا اسقي الكيك بتاعي علشان يبقى ايه هش كده ومعايا ويبقى طري. وطبعا بنجلس بقى من بره. بس انا الكريمه اللي انا استعملتها النهارده، يعني لما بعت ابني يجيب لي المتحده ما كانش فيه، فهو جاب لي ايه ربع كيلو من كواليتي. بس بصوا عامله ازاي، تحسوا ان هي بتمط كده، مش عجباني خالص. فطبعا الحمد لله ما كناش جايبه كميه كبيره. طبعا زي ما انتم شايفين كده بحاول اخد كده من بره لجوه، بس يعني هي الكريمه مكانتش عجباني خالص وما ادتنيش نفس الكميه اللي بعملها لما اكون عامله بالمتحده. لا يعني ما بتهدر معايا ومش حلو خالص. ده السيريسرول بتاعي طبعا طلعته من الفريزر، يعني كان شد حلو كده شويه. وابتديت احط عليه برضو من الكريمه البيضه، وهبتدي اعمل افرد بالسكرابر كده المشرشر بتاعي عشان تديني تجزيعات كده. وغطي طبعا السيريس رول كله بالكريمه. وطبعا اكيد هدخله التلاجة تاني يشد شويه، علشان اما اجي اقطعه ما يتبهدلش مني. زي ما انتوا شايفين كده يعني بحاول اشيل الزيادات كده من الجناب واخليه كله يبقى مقاس واحد. وهعمل شوكولاته بال يعني بورق الترانسفير كده هعمل قلوب بالشوكولاته. طبعا عملت القلب نصه ابيض ونصه اسود. وابتديت اجيب الخله كده واعمل فيه زي زجزاج كده من النص، علشان يديني شكل كويس يعني لما اجي اطلع القلب كده من ورق الترانسفير. زي ما انتم شايفين كده يعني تجزيعه كده بسيطه. وادخلها طبعا التلاجة. وجبت التورتيه بتاعتي طلعتها من الفريزر، وابتديت اعمل دربات كده بالشوكولاته. انا كده كده اصلا كنت هغطيها كلها شوكولاته، بس يعني قلت اعمل الاول زي روزيتات كده. بس حسيت ان الكريمه
بتمط كده معايا ومش مظبوطه خالص، فقلت لا انا اغطيها كلها بالشوكولاته واحاول اعمل اي شكل عليها كده. هي كانت مطلوبه تورتيه شوكولاته مش ما فيهاش شكل معين يعني. فجبت الشوكولاته اللي هي البيضه دي وابتديت اعمل زي زجزاج كده. بس طبعا انتوا عارفين الشوكولاته وهي طالعه لسه طالعه من التلاجة بتجمد بسرعه جدا مبتلحقش، يعني كنت هعمل بيها اي شكل كده معرفتش. لقيتها جمدت بقى، فيدوبك ايه حطيت كده القلوب اللي طلعتها من التلاجة بس. ويعني كان هي دي التورتيه بتاعتي. وعملت برضو بالجناش الشوكولاته على السيرس رول زي ما انتوا شايفين كده، بمشي الشوكولاته يمين وشمال كده. وهبتدي برضو اعمل بالخله كده اي تجزيعات برضو كده. هي في الاخر لما بتتقطع بتبقى شكلها حلو. وهبتدي اقطعها. هي كان العرض كان تورتايه وعليه 3 قطع جاتوه ب100 جنيه. بس. وقفلت العلبه بتاعتي وحطيت طبعا الايه التورتايه، حطيت 3 قطع جاتوه. ويا رب كده الفيديو بتاعي يكون سهل كده وبسيط واستفدتوا منه. وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناه، وهستنى تعليقاتكم الجميله. وشكرا لكم.